مساكم الله بالخير. طبعا أنا اختفيت عنكم اليومين هذه لأسباب اللي صار من الاحتيال على حساباتي البنكية وبعد المتابعة والتمحيص والكشف تم أن الإنسان هذا القدر، أيا كان عمره، أيا كان جنسيته، أيا كان هوايته، أوكي الله لا يوفقه إن شاء الله يا ربي، ما قصر، مسح الأرقام كلها إلى الزيرو. عاد أقول لكم يا جماعة الخير يا الحبايب اللي متابعين بحاله، الآن اللي يومين بس مطارد بين البنوك وبين الاتصالات وبين الجهات المختصة في هالأمور هذه كلها علشان أقدر أضبط أموري وحياتي كلها. والآن طبعا فوق هذا جزء من حساباتي أو حساباتي البنكية مجمدة، ما أقدر أتعامل معها بأي شكل من الأشكال، وكله من إنسان لم يقدر، يعني مش أقول يعني شيء يقدر، أصلا ما عنده شيء يقدره أساسا عشان يقدر. إنسان فيروس، سرطان، يعني ربي إن شاء الله يقوي المسؤولين المختصين في الأمور هذه كلها القضاء عليهم بشكل أو بآخر. وما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتبهوا يا جماعة، أعيد وأكرر، انتبهوا، لا تروحون ضحايا في لحظة كأن الغيم سكر على عينك وما كانك تشوف. ركز، لأن الجماعة بدأوا يدخلون بقنوات تقدر تقول جهات حكومية، يعني المكان الرقم اللي جاني منه من نفاد، والجهة اللي كنت أنا أحاول أني أخذ منها موعد كانت الفحص الدوري. الفحص الدوري كنت في يوم من الأيام كنت أتمنى أنه يسوون تعديل أو نظام المواعيد، ولكن ما تمنيت أن النظام هذا يتسبب في أن كثير من الناس يكونوا ضحايا. قواكم الله، وإن شاء الله يا ربي، إن شاء الله باليوم الفضيل وبالساعة إن شاء الله نعيشها، وبهالآلام اللي احنا قاعد نعانيها أو الآلام اللي أنا قاعد أعانيها، إن ربي ياخذ حقي منه، وماني مسامحه ليوم الدين، وبعرفه إن شاء الله. انتبهوا انتبهوا انتبهوا.